بدءا من اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي وعقد الحلقة النقاشية إلى النجاح في أعمال المجلس الوزاري الذي احتوى على العديد من المبادرات الهامة التي سيقوم بتنفيذها القطاع خلال هذه الدورة. الحقيقة يا أخوان يمكن القول بأن فعاليات جلسة مجلس وزراء الإعلام العربي اختلفت عن الجلسات السابقة سواء من حيث المواضيع التي طرحت عليها ومن حيث ربطها بالاحتفال بيوم الإعلام العربي، والتي بدأت بتكريم معالي الدكتور الأمير العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة انتهاء فترة توليه لمنصب الأمين العام من قبل مجلس وزراء الإعلام، كما تم تكريمه من قبل الاتحادات والمنظمات الممارسة لمهام إعلامية لمنظومة مجلس وزراء الإعلام العربي. المجلس اليوم ناقش واعتمد التوصيات التي تم رفعها من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العربي، حيث تضمنت الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال المجلس تقريبا 17 بندا، وعلى رأسها القضية المحورية لجامعة الدول العربية وهي القضية الفلسطينية والقدس، وتكريما من المجلس الوزاري للقدس مكانة خاصة في قلب العالم العربي والإسلامي، فقد تم إعلان القدس عاصمة الإعلام العربي. كان من بين القرارات التي تم اعتمادها اللجنة الدائمة للإعلام العربي، والتي تم إعادة العمل فيها بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات، على اعتبار أنها إحدى اللجان الفنية الدائمة لجامعة الدول العربية ولما لدورها في متابعة السياسات والبرامج والأنشطة التي تقوم بها الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العربي. كما تم إقرار الخطة الجديدة للتحرك الإعلامي العربي في الخارج، التي تهدف إلى التصدي للحملة المعادية وتصحيح الصور النمطية التي تروج لها بعض وسائل الإعلام الخارجية عن العرب والمسلمين. من أهم المواضيع الجديدة التي طرحت على جدول أعمال المجلس الإعلام وأجندة التنمية المستدامة، والتي يهدف إلى تبني وضع خارطة طريق عربية إعلامية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 تنطلق من أهدافها 17 وتهدف إلى مساهمة الإعلام في قضايا التنمية المستدامة، وانطلاقا من الاستراتيجية الإعلامية لمكافحة الإرهاب، والتي أقرها مجلس وزراء الإعلام العربي عام 2013. وقد أقر المجلس التوصيات المرفوعة في التصدي لظاهرة الإرهاب بهدف تضافر الجهود الإعلامية للدول الأعضاء في مواجهة الإرهاب، والذي بات خطرا مهدد باستقرار المنطقة والعالم، والإسهام بقوة في تجديد المضامين الإعلامية فيما يخص مواجهة الإرهاب، حيث أن الإعلام أصبح سلطة مؤثرة للغاية، وهو الفضاء الذي يتم من خلاله تشكيل العقول، بهدف تطوير منظومة العمل العربي في مجال الإعلام والبحث في أفضل السبل لتمكين الإعلام العربي من القيام بدوره لمكافحة ظاهرة الإرهاب وإسهامه في التوعية من خلال برامج عملية للتصدي للعنف بكل أشكاله وأسبابه ومكافحة جميع أشكاله وصوره. كما تم اعتماد تغيير توصيات فريق الخبراء المتخصص المعني بوضع الإجراءات والخطوات اللازمة من النواحي الفنية والتشريعية والقانونية لوقف بث القنوات الفضائية التي تسيء أي دولة عربية من الدول الأعضاء، وتكليف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ توصياته. التأكيد مجددا على تفعيل قرار مجلس وزراء الإعلام العربي لسنة 2015 بشأن المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية، ومن ضمن تشكيل فريق عمل متخصص من الدول الأعضاء لاقتراح إجراءات وخطوات لازمة من النواحي الفنية والتشريعية والقانونية لوقف بث القنوات الفضائية التي تسيء أي دولة عربية. أخيرا أقر المجلس تخصيص جائزة التميز الإعلامي للأعوام 2016-2017 للاحتفال بالإذاعة باعتبارها الوسيلة الإعلامية الثانية بعد الصحافة. شكرا جزيلا.